بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النهاردة إن شاء الله قصتنا هتريح قلبك وتروق بالك. كان في راجل كبير في السن بيحكي قصة حكوها له أبوه وأمه لما كبر. قالوا له إحنا قعدنا سنين كتير ما بنخلفش، ولما أبوه كبر في السن ربنا كرمه وخلف ابنه عبد السلام. بس أبوه كان متضايق جدا إنه خلفه متأخر وقلقان عليه، خايف عليه من الدنيا ومين هياخد باله منه ومين هيراعيه، وهو راجل عجوز. سنة الحياة العمر خلاص مش فاضل فيه غير تخطيف. ومن المعروف زمان إن كانت البيوت بتتبني بالطوب الني أو الطوب الطين أو الطوب اللبن، يعني عشان حبايبنا يفهموها. وفي يوم جت مطرة شديدة جدا، من قوتها كانت بتهد البيوت بتاعة البلد دي ساعتها. في نفس اليوم جه جار أبو الشيخ عبد السلام، خبط الباب 3 مرات. الراجل العجوز الطيب أبو الشيخ عبد السلام لقى جاره بيخبط على الباب، فتح له قال له والله المطر هدت بيتي، ساعدني بأي فلوس علشان ابنيه من جديد وإلا هننام في الشارع. الشيخ الطيب ما ترددش لحظة، قام دخل وجاب تحويشة العمر، كان حاططها في كيس من القماش، وادى لجاره نص الفلوس. ما هو محدش عارف بكرة هيحصل ايه. الجار الطماع أخد الفلوس وفضل واقف يختلس النظر ويراقب الشيخ، عايز يشوفه هيحط النص التاني من الفلوس فين. وفعلا عرف، وقال في باله أنا لازم أسرق بقية الفلوس. بس إزاي؟ أنا مش عاوز شوشرة. الراجل عجوز ومقدور عليه، لكن مراته ممكن تعلي صوتها والدنيا تتفضح. فكر في فكرة جهنمية. جهنمية يعني من جهنم، يعني فكرة شيطانية. جه بالليل متأخر، فتح شباك بيت أبو عبد السلام. ما احنا عارفين البيت بالطوب الني والشبابيك ساعتها بتكون ضعيفة، وده كان حال البلد كلها. الجار الحرامي كان عارف ان الولد بينام جنب الشباك، مد ايده وخد الطفل الصغير، اخده حطه جنب البيت بشوية، بعده شوية علشان امه لما تسمع صوته تخرج من البيت وتاخد ابنها او تدور حواليها، المهم يشغلها ازاي ابنها خرج وازاي ابنها اتحط في المكان ده علشان يقدر هو يدخل بسرعة وياخد الفلوس. وفعلا نفذ خطته. وسمعت الام صوت عياط ابنها، استغربت ازاي الولد يخرج بره وهو مش بيمشي. جوزها قال لها روحي شوفي فيه ايه. قالت له لا، تعالى معايا، ما تفضلش لوحدك، ابننا ما بيمشيش، ازاي يخرج لوحده؟ اكيد في إن في الموضوع. المهم خرجوا سوا، والمطر شديد جدا والبرد صعب. اول لما خرجوا لقوا ابنهم عبد السلام جنب البيت بشوية. قعدوا يبصوا حواليهم ما لقيوش حاجة، وقفوا مستغربين جدا ازاي ده حصل. المهم مفيش دقيقة وهم واقفين بيسألوا نفسهم ايه اللي حصل، وهوب البيت وقع بالسقف بالحيطان كله على بعضه. طبعا هم فرحوا جدا، وبتفكيرهم البسيط قالوا الحمد لله، اكيد الملايكة هي اللي جت وانقذت ابننا وخرجته بره قبل لما يموت. وفي الليلة دي باتوا عند ناس قرايبهم. تاني يوم الصبح راحوا بيتهم يجيبوا اي حاجة يقدروا ينقذوها من البيت، وطبعا الفلوس اللي هو عارف ان هو شايلهم في البيت. وهم وقرايبهم بيدوروا لقوا جارهم واقع عليه السقف،
ميت وماسك كيس الفلوس في ايده، فعرفوا ان هو اللي دبر خطة خروج الشيخ ومراته او اخد ابنهم عشان يلهيهم فيه. من يومها ابو الشيخ عبد السلام بقى مطمن على ابنه، وحس ساعتها انه مستحيل انه يصيبه مكروه، وان الدنيا مستحيل تصيب بني ادم بشيء اكتر من اللي ربنا كاتبه له، حتى لو مين مدبر له مكيده. وكبر ابنه وبقى من اكبر علماء المسلمين. ما تقلقيش وما تيأسيش، هينقذك وهينجيكي، هيمحي احزانك وهيغير لك قواعد الدنيا. ولما تدعي على اللي ظلمك ربنا هينتقم لك منه، او يأخر لك ويخلص لك منه في الاخر. صدقيني ربنا هيفرحك. ربك اللي خلى السكينة ما تذبحش سيدنا اسماعيل، وخلى البحر ما يغرقش سيدنا موسى، هو اللي خلى النار ما تحرقش سيدنا ابراهيم، وخلى الحوت ما يموتش سيدنا يونس. لا يمكن يخذلك. هتبقي وسط المحنة وتحسي انها اتنيلت ب60 نيلة، وفجأة هتلاقي بصيص امل وشعاع نور بيخرج لك، وهتلاقي ربنا بعتلك الخير كده وانتي مش عارفة هو جالك منين. سيدنا علي كان دايما بيقول للدنيا ضيقي ضيقي حتى تنفرجي، ما هي لما تضيق قوي اعرفي انها هتفرج قوي. لما تجيبي فتلة وتلفيها على صوابعك وتفضلي تعقدي جامد وتشدي وتشدي، ايه اللي بيحصل؟ الفتلة بتتقطع. كده الدنيا بالظبط، لما تلاقيها شدت عليكي قوي اعرفي انها خلاص نفسها قرب يتقطع وهتفرج. والله هتعدي، هتتحل، هتتعدل. ما تيأسيش يا بنتي، ما تنحنيش، اوعي تنحني الا لله. اجمدي بالله واوعي تطلبي مساعدة حد، اطلبي من ربنا. اوعي تمدي ايدك لحد، اسجدي لربنا، قولي له يا رب عندك خير كتير، عندك خزائن الارض والسماء، يا رب اعطيني منهم، والله ما هترك بابك غير لما تفرجها علي، والله ما هتحرك غير لما تكرمني وتفرج كربي. والله العظيم جربتها وعملتها ولقيت خير عمري ما كنت اتخيله، لما لجأت له هو بس، ولما طلبت منه بس. وفي كل شدة ما بقولش غير يا رب، ما بقولش يا حد ابدا، بقول يا رب. يا رب انت كبير، انت كبير قوي، وانا عندي هم صغير، صغير قوي بالنسبة لعظمتك وبالنسبة لقدرتك. يا رب سامحني لو مش قادرة اصبر، ولو البلاء هيطول يا رب صبرني وزيد في حسناتي وعلي درجاتي. سبحان الله، بتحسي براحة وفجأة ما بتمرش ايام وتلاقي الفرج جه والمدد والعون من ربنا نزل عليكي، مش عارفة ازاي ومش عارفة تلاحقي على الخير اللي ربنا بعتهولك. للأسف اتعودنا نبعد عن ربنا، لما بقينا نقع في محنة اول حاجة بقينا نفكر فيها الناس، اول حاجة نفكر فيها مين هيساعدنا، يا ترى مين اللي هيشيلنا من غرقتنا. اوعي تفكري في بشر، فكري في رب البشر، فكري للي اعطى ده اللي انت رايحه تسأليه، اسأليه، هو هيعطيكي زي ما اعطاه ومش هيزهق منك، مش هيغضب من طلباتك الكتير، مش هيردك مهما تطلبي. لو اتأخر عليكي الإجابة اعرفي ان ربنا بيحبك وبيحب يسمع صوتك وبيحب يسمع طلبك وإلحاحك فيه. واعرفي ان الفرج جاي جاي، واعرفي ان الدرجات بتعلى، واعرفي ان ربنا بيحبك، ما خلقكيش عشان يعذبك او عشان يضيقها عليكي. ممكن يكون عندك شوية ذنوب بيضيقها عليكي عشان يرفع درجاتك،
عشان الدنيا الصغيرة دي اللي هتخلص يبقى في بعدها حياة أحلى وجنة جميلة وحياة خالدة في نعيم ورغد ما فيهاش ولا حقد ولا غل. ما تيأسيش وما تنحنيش، يوم ما انحني للركوع وللسجود، اوعي تنحني البشر. اجمدي بالله، ربك قوي قادر على كل شيء. يا ام قلب طيب سلميها لله، هتفرج والله، هتتعدل والله، لن يضيعك الله. صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. كل ما تصلي عليه أكتر كل ما همك هيتفرج أسرع، كل ما ربنا هيكرمك، كل ما رسولنا هيحبك ويتشفع فيك. مع ألف سلامة.